السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي من سهير، عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله المراجعة النهائية بتاعتنا اللي هنبدأ نلم فيها بقى كل الحاجات اللي بتلخبطنا. انا كنت كتبت لكم اكتبوا لي اكتر حاجات بتتلخبطوا فيها او عايزين نعيدها لكم. ما شاء الله انتوا لميتوا لي المنهج بقى في الكومنتات، اللي كاتب لي السرعة واللي كاتب لي المراية واللي كاتب لي التكاثر واللي كاتب لي الكون. ف اوكي خلاص يا حبايبي، انا عناية ليكم يعني. هبدأ النهارده نشرح كل وحدة باختصار، يعني اهم النقط اللي فيها، مثال على كل حاجة كده، وبعدين احل على الوحدة دي. كل ما اخلص وحدة هحل عليها، وفي الاخر هحل امتحان شامل. ويا ريت تركزوا في كل الاسئلة اللي هحلها، هي اسئلة وزارة، اسئلة مهمة، اسئلة بتتكرر، اسئلة هتيجي في الامتحان. وانا قلت الكلام ده الفيديو اللي فات، هو بس حصل مشكلة في الفيديو واتمسح، بس انا قلت الكلام ده فيه برضو. والفيديو يعني اللهم بارك، الطلاب بعتلي امتحان مش عارفة محافظة ايه كده، والله كوبي بيست من الكلام اللي انا قايلاه ومن الكلام اللي انا حلاه. فركزوا حلوا الاسئلة تاني. ملكش دعوة بقى دي محافظة ايه ولا دي، حل ملكش دعوة واسمع الكلام. وقلت لكم برضو قبل كده بعتولي ابعت لكم ورق المراجعة او ورق الاسئلة، وانتوا في ناس بعتت لي كتيرة، بعت لها الورق وبدأوا يذاكروا، وفي ناس امتحنت وفي ناس لسه، وانا معاكم اهو. وبإذن الله هحاول حاضر ان الترم التاني ابدأ اول باول، درس بدرس ينزل، ونبدأ نحل كمان على كل وحدة تخلص. طيب عايزين نبدأ بقى من اول الوحدة الاولى. الوحدة الاولى لو انا عملت كده واحد اهو، اللي هو الوحدة الاولى كان فيها اول درس خالص السرعة. هتكلم الاول على السرعة اهو. كان في سرعة عادية، وكان في حاجة اسمها سرعة متوسطة، وكان في حاجة اسمها سرعة نسبية. طيب واحدة واحدة كده. السرعة العادية كان قانونها ايه؟ المسافة على الزمن. طيب السرعة المتوسطة كان قانونها المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلي. والسرعة النسبية كانت سرعة جسم بالنسبة لجسم آخر، وقلت فيها كذا حالة. فيها حالة لو المراقب ساكن، وفيها حالة لو المراقب بيتحرك بس في نفس الاتجاه، وفيها حالة لو المراقب بيتحرك في عكس في عكس الاتجاه. طيب واحدة واحدة كده. اول حاجه السرعه العاديه، قلت يعني ايه سرعه؟ يعني جسم بيتحرك، واللي بيتحرك ده يا اما بطيء يا اما سريع. انا عشان اوصف حركه الجسم قلت محتاجه عاملين اساسيين، هما المسافه والزمن. ازاي؟ انا دلوقتي لو انا بمشي من هنا مثلا من اول السبوره لاخرها، فانا مشيت الحته دي كده بس خدت ساعه، كله هيقول لي ايه ده انت بطيئه جدا. ليه؟ لاني مشيت مسافه صغيره بس في زمن كبير، يبقى ده حد بطيء. طب سريعه امتى؟ لما انا امشي مثلا مسافه كبيره بس اخد وقت ايه قليل. فانا قلت خلاص يبقى انا عشان احسب سرعه محتاجه مسافه وزمن، فقلنا قانون السرعه المسافه على الزمن. ممكن نعمله في شكل مثلث، وان انا اكتب اللي فوق يفضل فوق، يبقى المسافه فوق اهي، وهنا السرعه، لان هنا السرعه اهو بتساوي المسافه على الزمن. استنوا كده، وهنا السرعه وهنا ايه الزمن. طيب واحده واحده كده. لو جيت طلب مني اي حاجه، اي سؤال يجيلي، السؤال بيبدأ بكلمة احسب، صح؟ تعالوا ناخد مثال مثلا. احسب السرعة لجسم يقطع مسافة 20 متر خلال 2 ثانية. يلا كده هبص على اللي بعد كلمة احسب. قال لي احسب ايه؟ السرعة. هاجي على المثلث اللي انا حافظاه هعمله قدامي عادي في الامتحان. في ناس بتفضل تسألني عايزة اعمل المثلث، اعمله، ده قانون مفيهوش حاجة يعني. هكتب القانون اللي انا حافظاه اهو. يلا هو ايه اللي يحسب ايه؟ السرعة. السرعة اللي هي اختصارها عين. هقوم مخبية السرعة، اتبقى لي ايه على ايه؟ المسافة على الزمن. هقوم كاتبة كده اهو، عين اللي هي السرعة بتساوي المسافة على الزمن. والأحسن في الامتحان اكتبوا كلمة مش اختصار. أنا بكتب اختصار ليه؟ أنا عايزة أنجز، عايزة أشرح لكم حاجات تانية، انتوا الامتحان ساعتين فمعاكوا وقت. اكتبوا الكلمة عشان بتنسوا. يعني بلاقي ناس كاتبالي عين تقعد تفكر بقى عين دي سرعة ولا عجلة، بتتلخبطوا. فلا، اكتبوا عادي سرعة بتساوي مسافة على الزمن. طيب بتساوي المسافة بكام؟ اهو مسافة 20، يبقى 20
والزمن بكام؟ قايل لي ب2، يبقى على ال2 فيها 10 ومتر لكل ثانية. عرفت منين؟ هنا قايل لي متر وهنا قايل لي ثانية، والسرعة مسافة على الزمن، يعني متر على الثانية اللي هي متر كل ثانية. طب لو كان هو قايل لي كيلومتر وساعة كنت اقول له خلاص يبقى كيلومتر كل ساعة. طيب قلنا ليها تحويلات. ايه هي التحويلات؟ انا هقولها اهم الحاجة اللي بتيجي، اللي هي مثلا يجيب لك حاجة بالمتر على الثانية وتقول له حولها بكيلومتر كل ساعة. طب هنا انا خلصت المسألة لحد هنا تمام. دي حاجة تانية بقى. يعني ايه؟ لو انا جايلي السؤال وبيقول لي حاجة برقم متر على الثانية تبقى كام بالكيلومتر كل ساعة؟ قلنا عشان احول من دي لدي في قاعدة، من الكبير للصغير بضرب ومن الصغير للكبير بقسم. طب بضرب او بقسم في كام؟ لو انا بحول سرعة بضرب في رقم كبير 5 على 18. يعني انا لو معايا الرقم كيلومتر كل ساعة وعايزة اجيبه بالمتر كل ثانية يبقى هضرب الرقم اللي معايا في 5 على 18. طب لو انا معايا الرقم بمتر كل ثانية وعايزة اخليه كيلو متر يبقى هقسم على 5 على 18. طيب يعني انا لو جالي سؤال بيقول لي مثلا جسم سرعته 20 متر كل ثانية، وجسم اهو سرعته 70 كيلو متر كل ساعة، وقال لي اني اسرع. بلاش غباء ونفضل نبص بعينينا كده ونقول 70 اكبر من 20 والكلام ده. انا يا سنة تالتة ما ينفعش اقارن ما بين حاجتين مختلفين في الوحدة القياس بتاعتهم. يعني ما ينفعش اجي اقول لك النخل اطول ولا القطر اسرع، ما ايه اللي جاب السرعة للطول؟ دي حاجة ودي حاجة. نفس الكلام، ايه اللي جاب المتر كل ثانية الكيلومتر كل ساعة؟ ايه اللي جاب دي لدي؟ لازم اخلي الاتنين نفس الحاجة، يا اما احول دي لدي يا دي لدي. طب انا هختار ان احول من كيلومتر لمتر، فهعمل ايه؟ عايزه احول الكيلومتر كل ساعه لمتر كل ثانيه، من الكبير للصغير، ده الكبير وده الصغير بضرب. طب هضرب في كام؟ في 5 على 18. هقوم كاتبه 70 في 5 على 18. الرقم اللي هيطلع لي انا ماليش في الحسابات دي اهو، 70 في 5 على 18 طلعت 19 واربعة من 10 اهو، 19.4 متر كل ثانية. طب بالله عليكم بصوا بقى مين اللي طلع اسرع، مين اللي طلع اكبر. اهو دي ب20 متر كل ثانية ودي ب19.4، 19.5 قول. فطبيعي ده الاسرع، يبقى انا هختار ان ده هو الاسرع. في ناس بقى لما بتشوف رقمين تقوم مختاره الكبير وخلاص ملهاش علاقة، وفي ناس بقى تعمل نفسها فقيقة فتختار الصغير وخلاص. لا، نمشي بالخطوات، اخلي الاتنين نفس الحاجة تمام. طيب نيجي بعد كده السرعة المتوسطة. انا بس عايزة ايه يعني نجيب دي كده شوية ماشي. السرعة المتوسطة كان المسافة الكلية على الزمن الكلي، دي ما فيهاش اي فكرة غير ان هو هيديك كذا مسافة وكذا زمن ويقول لك هات السرعة المتوسطة، تقوم انت عامل له ايه؟ جمع له كل المسافات اللي هو مديها لك واقسمها على كل الازمنة. يعني هقول لك مثلا سهير مشيت 20 متر، بعدين مشيت 10، بعدين مشيت 10 تاني، بعد كده خدت في اول واحدة ثانية والتانية خدت ثانيتين والتالتة خدت ثانية. هتقولي 20 زائد 10 زائد 10 يعني سهير مشيت مسافة 40. طب وخدت ثانية وثانية وثانيتين يعني 4 ثواني. طب المسافة الكلية على الزمن الكلي يعني 40 على 4، مش هتاخد كل واحدة لوحدها. دي السرعة المتوسطة وتعريفها المسافة الكلية على الزمن الكلي. طيب آخر حاجة السرعة النسبية، ودي اللي فيها بتتلخبطوا فيها معرفش ليه بس هي سهلة. السرعة النسبية كان بيقول لي ايه؟ تعالوا كده اقولها لكم لوحدها عشان هي ايه فيها افكار. استنى، ايوه انا مذاكرة عارفة بتاعتي ازاي. اطلعي انت بقى كده كأنك مش موجودة هنا اهو، استخبي بس. السرعة النسبية اول حالة لو المراقب ساكن. لو المراقب ساكن يعني لو انا واقفة مكاني كده ساكنة ما بتحركش هشوف الحاجة بنفس سرعتها. يعني انا واقفة هنا فانا اي حاجة ماشية هشوفها بنفس السرعة بتاعتها، مش هشوف دي اسرع او دي ابطأ. معنى ايه؟ يعني ايه اصلا سرعة نسبية؟ هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن او متحرك. انا لو ماشية سريعة هشوف كل حاجة حواليا بطيئة. عارفين فكرة مثلا السلحفة بتشوف كل الحيوانات سريعة ليه؟ عشان هي اصلا بطيئة، فدي حاجة اسمها سرعة نسبية. طب لو انا بقى واقفة، يعني انا قاعدة مكاني اهو،
حد قدامي سريع هقول ايه ده ما شاء الله ده سريع. طب حد بطيء هقول ايه ده بطيء. هشوف الحاجه بسرعتها الفعليه بسرعتها الحقيقيه. وده الحل بتاعنا. قال له لو المراقب ساكن ساعتها السرعه النسبيه اهو النسبيه بتساوي الفعليه، يعني بشوف نفس الحاجه. طيب لو المراقب متحرك قال لي ساعتها انا عندي السرعه النسبيه لو هو في نفس الاتجاه هطرح، ولو هو في عكس الاتجاه هجمع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قال لي مثلا ان انا ماشيه وفي عربيه ماشيه جنبي في نفس الاتجاه، انا سرعتي 10 والعربيه مثلا سرعتها 50، عايزه النسبيه هقوم طرحه 50 ناقص ال10 تديني 40، يبقى دي السرعه بالنسبه لي. فاهمني؟ يبقى انا كده ايه بطرح لو في نفس الاتجاه. طب لو عكس الاتجاه، يعني انا ماشيه كده وحد ماشي جنبي كده، السرعه بالنسبه لي هتبقى ايه؟ هجمع السرعتين، يعني لو هو 10 وانا 10 يبقى السرعه النسبيه كلها 20. طيب تعالوا ناخد مثال. لو هو قال لي مثلا سياره سرعتها الفعليه بتساوي 20 كيلو متر لكل ساعة، احسب سرعتها النسبية. واداني بقى كذا حالة. أول حالة لو المراقب ساكن، تاني حالة لو المراقب بيتحرك نفس الاتجاه بسرعة 10 مثلا، تالت حالة لو المراقب بيتحرك عكس الاتجاه بسرعة 10. طيب واحدة واحدة كده. قلنا لو المراقب ساكن النسبية بتساوي الفعلية، القانون ده كده هكتبه هنا، هكتب له النسبية بتساوي الفعلية. طيب اللي هي بتساوي كام؟ الفعلية بكام؟ ب20. يبقى هو بدل هو قاعد هيشوفها بنفس سرعتها اللي هي ال20، يبقى 20 كيلومتر كل ساعة. معلش بس اخلي دي ايه نفس الوحدة عشان ما نتلخبطش اهو. طيب تاني حالة لو بيتحرك في نفس الاتجاه وبسرعة 10، قلنا نفس بنعمل ايه؟ بنطرح. فانا هقول له ساعتها السرعة النسبية هتساوي الفعلية ناقص المراقب، يعني سرعة الحاجة نفسها ناقص المراقب. حاجة نفسها بكام؟ ب20 ناقص المراقب نفسه ب10، 20 ناقص 10 ب10 كيلو متر لكل ساعة. طيب آخر حالة لو هو عكس، قلنا عكس بنجمع، يبقى أنا هقول له الفعلية زائد المراقب، يعني 20 زائد 10 هتديني 30 كيلو متر كل ساعة. طيب ده لو أنا بجيب سرعة نسبية. في حاجة برضو ممكن يقولك لو نفس الاتجاه ونفس السرعة، يعني لو في السؤال ده كده قال لي نفس الاتجاه ونفس السرعة، ما قاليش بسرعة 10. طب ما هو لو نفس السرعة هيبقى أنا هطرح لأن هو نفس الاتجاه، بس ده هيبقى ب20 وده ب20، فهتديني ساعتها كام؟ صفر. يبقى لو نفس الاتجاه ونفس السرعة يبقى الناتج دايما بصفر. طيب نيجي برضو في حاجة تاني. لو عكس وفي السؤال ما طلبش نسبية وطلب فعلية، نفس الكلام هنعمله بس هتشقلب هنا. يعني ايه تشقلب؟ لو انا بجيب نسبية قلت لو نفس بطرح ولو عكس بجمع. طب لو بجيب فعلية بعكس، نفس بجمع وعكس بطرح. يعني لو انا هنا غيرت السؤال ومش مدياك الفعلية ومدياك النسبية وقلت لك المراقب نفس الاتجاه، انا في الطبيعي لو بجيب نسبية في نفس بطرح. طب انا المرة دي هجيب فعلية يبقى اجمع، ده قصدي. طيب نيجي بعد كده. اطلعي انتي استخبي 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 بس. نخش بقى على العجلة. العجلة سؤال أساسي على فكرة. أنا رحت فين؟ ماشي. العجلة سؤال أساسي في الامتحان بإذن الله. وهي العجلة معناها إيه؟ عجلة أول ما أشوفها أفتكر حاجة اسمها تغير السرعة. طيب يعني إيه تغير السرعة؟ يعني أنا دلوقتي لو قلت إن أنا عندي عجلة معناها سرعتي اتغيرت. إزاي؟ أنا مثلا ماشية بسرعة معينة، حصل حاجة خلتني أمد أو حتى أبطأ سرعتي حصل فيها تغيير. أول ما السرعة يحصل فيها تغيير بقى عندي حاجة اسمها عجلة. يبقى العجلة هي التغير في مقدار السرعة خلال الزمن. طيب
معنى ان سرعتي تتغير ان انا عندي 2 سرعة، السرعة الاولى والسرعة التانية بعد ما اتغيرت. يعني لو انا كنت ماشية مثلا بسرعة 5 وافتكرت ان انا مستعجلة فقمت خليت سرعتي 10، يبقى انا كده سرعتي اتغيرت صح. عندي عجلة وعندي عين واحد اللي هي الابتدائية اللي انا ابتديت اتحرك بيها، وعندي عين 2 اللي انا كملت بقى بيها الحركة بتاعتي او غيرت سرعتي ليها. فانا كده العجلة عندي عين 1 وعندي عين 2 وعندي زمن بتحرك خلاله. قال لي خلاص قانون العجلة عين 2 ناقص عين 1 على الزمن. طيب وتمشي بقى بالارقام اللي هو مديهالك. بس قال لي في حاجة كده، لو انا قلت وحدة القياس بتاعة العجلة هي متر كل ثانية، انا بقولها للعيال عندي ازاي عشان ما يتلخبطوش. السرعة متر كل ثانية برضو، بس العجلة فيها كام سرعة؟ فيها 2، حط لي هنا 2، يبقى وحدة قياس العجلة متر كل ثانية تربيع. خليك فاكر ان العجلة فيها سرعتين عشان كده حاطة في الوحدة بتاعتها 2. انا محفظاها للعيال كده ومفهمها لهم كده عشان بينسوا ويتلخبطوا. لو انا بجيب سرعة متر كل ثانية بس، لو انا بجيب عجلة متر كل ثانية تربيع. طيب لو انا خدت مثال مثلا قال لي سيارة، ايه ده؟ سيارة تتحرك من السكون حتى تصل لسرعة 20 متر كل ثانية، مش عارفة معلقة ليه على 20، خلال يلا 2 ثانية برضو. طيب وقال لي احسب العجلة. خلاص على طول العجلة بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على زين، اللي هي بتساوي عين 2 بكام؟ هو قايل لي اخر سرعة ب20. طيب انا اعرف منين عين 1 وعين 2؟ نقرا السؤال واحدة واحدة. سيارة تتحرك من السكون، يعني ايه السكون؟ يعني العربية اصلا كانت واقفة. واقفة دي معناها ان السرعة الاولى بتاعتها بصفر، يبقى عين 1 بصفر. هكمل سرعتها وصلت كام؟ 20، يبقى عين 2، يبقى عين 2 ب20، والزمن هو مدوني خلاص. يلا عين 2 ناقص عين 1 يبقى 20 ناقص الصفر على 2، يعني 20 على 2 فيها 10 متر كل ثانية ايه تربيع عشان معايا سرعتين. طيب روحي بس. نيجي بعد كده كان في الأسئلة بتاعت المسافة والإزاحة واحدة واحدة كده. لو أنا جبت لك مثلا جسم كده أهو، طيب وقلت لك مشي من هنا 2 متر وهنا ماشي نخليها أكبر، نخليها 3 مثلا، وهنا مشي 2 متر. طيب وسميت لك دي ألف ب ج د ودي الاتجاهات بتاعته. طيب قلت الجسم تحرك من ألف إلى ب، المسألة بقى اللي بتيجي طويلة بنقعد نقراها دي، وبعدين مشي من ب لج، بعدين من ج لد، وقطع مسافة كذا وكذا وكذا. يقول لك ايه؟ احسب المسافة واحسب الإزاحة. لو أنا هجيب المسافة بجمع كله. أجمع ايه؟ هو مشي 2 بعدين 3 بعدين 2 و3 5 و2 7، يبقى أنا هقول له 2 زائد 3 زائد 2 تساوي 7 متر. والمسافة كمية قياسية، يعني ايه برضو قياسية؟ احنا عندنا الكميات الفيزيائية نوعين، يا قياسية يا متجهة. قياسية يعني يلزم لتحديدها معرفة مقدارها فقط، أو مقدارها ووحدة قياسها، يعني مقدار ووحدة قياس بس. طب المتجهة لازم أعرف مقدارها وحدة قياسها واتجاهها، يبقى اللي بيفرق دي عن دي الاتجاه، يبقى المتجهة لازم فيها اتجاه. طب المسافة قياسية، الإزاحة متجهة. طيب قياسية فأنا قلت 7 متر مقدار وحدة قياس بس. طب الإزاحة قال لي دايما الإزاحة من نقطة البداية لنقطة النهاية. هروح عند البداية بتاعة الجسم، اتحرك من أول فين؟ ألف، وصل لد صح؟ مش دي النهاية بتاعته اهي؟ فأنا هوصل خط مستقيم من نقطة البداية لنقطة النهاية، ودي كده تبقى الإزاحة بتاعتي. طيب الخط المستقيم دوت اللي هو الإزاحة أجيب مقداره منين؟ بصوا قدام اهو، ما هو الخط ده ب3 يبقى أكيد ده بكام؟ ب3، يبقى أنا هقول له 3 متر. وهقول في الاتجاه بقى، أنا مثلا بوصل هنا لو هو مثلا من هنا لهنا كده، يبقى أنا هقول في اتجاه
الجنوب. لو الجسم مثلا ماشي العكس يبقى في اتجاه الشمال. المهم ان انت تكتب الاتجاه هو ايه. طيب في برضو شكل بيجي اللي هو شكل الدايرة، اكتر واحد بيجي بتاع نص دايرة. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيجيب لك جسم ماشي في مسار دائري، ده المركز بتاعه اهو، ونص القطر مثلا ب2، حلو، 2 متر اهو، ويقول لك ايه؟ احسب المسافة والازاحة. وانا لو عملت كده هتطلع ماشي. يلا كده واحدة واحدة. انا عايزة احسب المسافة. والله انا عايزة المسافة اللي هو مشيها. هو قال لي مشي نص دايرة صح؟ يعني مشي مثلا من الف اهو لب، ومن ب هنا ايه لج، يعني مشي الحتة دي بس اللي هو نص الدايرة دي. طيب لما مشي نص دايرة كأنه مشي نص محيط الدايرة. ما هي الدايرة دي لما احسب مسافة احسب محيط. لو مشي الدايرة كلها يبقى المحيط كله، لو مشي نصها يبقى نص المحيط. فانا هكتب اهو بالعربي نص المحيط. طب ما هو المحيط ده ليه قانون، انزل النص زي ما هو وافتح قوس واكتب القانون بتاعي. المحيط عندكم في الرياضة ايه؟ 2 باي نق. احنا في العلوم فلاحين ما بنقولش باي، بنقول 2 ط نق. ط اللي هي باي. طيب بتساوي النص تنزل زي ما هي في 2 زي ما هي، ط ب22/7 في نص القطر بكام هو مدوني؟ ب2. الرقم اللي يطلع معايا اللي هو تقريبا 2 هتروح مع 2. انا مش عايزة اهبط في الرياضة، الرقم اللي هيطلع وهكتب متر. في مشاكل؟ طيب انا كده جبت المسافة، عايزة اجيب ايه؟ الازاحة. لسه قايله لكم الازاحة من نقطة البداية لنقطة النهاية. فانا هوصل اهو، مش هو ابتدى من هنا ووصل لهنا ولازم خط مستقيم، فانا هوصل خط مستقيم من البداية للنهاية. عايزة الحتة دي كلها بكام؟ حد شاطر يقول لي يا مس ما هي دي لوحدها الحتة دي كده نص قطر. طب ما هو نص القطر هو مدوني اصلا ب2، يعني دي ب2. طب ما ده كمان يا مس من المركز لهنا نص قطر، يبقى ده كمان ب2. يبقى هنا كده ده قطر كامل كله بكام؟ ب4. يبقى انا هقول له الازاحة بتساوي 2 نق، يعني 2 نص القطر، يعني ضعف ال2 اللي هي بتساوي 2 في 2 بتساوي 4 متر. لو انا نازله كده يبقى اتجاه الجنوب، لو انا طالعه اتجاه الشمال. طيب تعالوا بقى نحل اختبار على الوحده الاولى، ونبقى احنا كده فنشنا الوحده كاهم نقط بتيجي فيها مثلا. وطبعا لو في حاجه برضو انتوا اسئله اسالوني عادي، انا برد والله على كل الاسئله. ايش باكستيج يا سلام. دي بتظهر ازاي؟ في هنا اختبار على الوحدة الأولى بتاع الكتاب المدرسي، ده مهم جدا، اللي مش حله يجيبوا يحلوا معايا. أي حاجة يا جماعة تلاقوا فيها كلمة كتاب مدرسي اجروا حلوها. أسئلة الكتاب المدرسي مهمة، أسئلة المحافظات السنين السابقة مهمة، وأنا بعتلكوا كده كده الاتنين، فانتوا يعني مش ناقصكوا حاجة، ناقصكوا تقفلوا. نفسي بقى ربنا يكرمكم يا رب. أهو الكتاب المدرسي على الوحدة الأولى. يلا واحدة واحدة كده. أنا القلم شغال بقى ولا إيه؟ سلام. ماشي، هات اللون احمر ولا نجيب برجندي؟ نجيب برجندي. ماشي. وحدة قياس السرعة لسه قايلين بقى متر على الثانية. طب دي وحدة قياس مين؟ العجلة. استنوا نكبر الخط شوية، لا ده صعب عليا الكلام ده. طيب وحدة قياس العجلة قلنا اهو متر كل ثانية تربيع، لسه قايلينها من شوية. طيب الازاحة لسه قايلة كمية فيزيائية متجهة بس زيها زي المسافة في وحدة القياس، فهي وحدة قياسها متر، بس لازم احدد لها اتجاه. نيجي بعد كده مقدار تغير سرعة الجسم. اول ما اشوف سرعة بتتغير يبقى انا على طول بجيب عجلة. يكون الجسم متحركا بسرعة منتظمة عندما واحدة واحدة كده. قبل ما اقول الاجابة في حاجة هقولها وانت هتعرفوا الحل. هو انا قلت العجلة يعني تغير في السرعة صح؟ طب ما هو لو انا سرعتي ما اتغيرتش انا عندي عجلة؟
العجلة بصفر. يبقى أنا إمتى العجلة بتساوي صفر؟ لما السرعة تكون منتظمة. ما هي عجلة سرعة بتتغير، طب أنا سرعتي ثابتة مفيش عجلة. يبقى هنا الجسم سرعته منتظمة أو ثابتة لو العجلة بتاعته بتساوي صفر. طيب الجسم المتحرك بعجلة منتظمة نقط واحدة واحدة كده، تكون سرعته النهائية مساوية لسرعته الابتدائية. والله لو النهائية قد الابتدائية، يعني عين 2 بتساوي عين 1، لما اجي اطرحهم من بعض هيديني صفر، يعني مفيش عجلة اللي هو السرعة منتظمة، فهستبعد. طيب تتزايد سرعته بمقادير متساوية، تزيد سرعته يعني في عجلة، العجلة يعني السرعة بتتغير، ومتساوية في أزمنة متساوية يعني منتظمة اهي. طب دي مسافة متساوية في أزمنة متساوية، دي مسافة وزمن يعني سرعة، دي كده تبقى اسمها سرعة منتظمة مش عجلة منتظمة. طيب 7 بيقول لي العجلة كمية فيزيائية نقط. طبعا العجلة لازم علشان احددها اعرف المقدار بتاعي واعرف الاتجاه، يعني في انهي اتجاه، فهي كمية متجهة، وانتوا عليكم الامثلة كده كده في الكتاب. هنا بقى عامل لي 2 متجهة بيلخبطني، بيقول لي واحدة وحدة قياساتها متر كل ثانية تربيع، والتانية وحدة قياسها متر كل ثانية. طب العجلة فيها سرعتين يبقى متر كل ثانية تربيع. طيب نيجي بعد كده 8 مقدار التغير في السرعة خلال وحدة الزمن. السرعة بتتغير على طول عجل. أي العلاقات البيانية التالية سرعة وزمن بتصف حركة الجسم بسرعة ثابتة. السرعة الثابتة معناها السرعة تفضل ثابتة بمرور الزمن، دي السرعة عمالة تقل، دي السرعة بتزيد، دي السرعة ثابتة، يبقى هي دي. وطبعا لو السرعة ثابتة كده أقول له إن العجلة هتساوي كام؟ صفر. سيارة بتتحرك في خط مستقيم بحيث تقطع مسافة كلية في زمن كلي. إيه ده، أنا اتعودت أمسح كده واحدة واحدة كده، مسافة كلية وزمن كلي، فإن السرعة متوسطة. احنا عارفين السرعة متوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي، يبقى المسافة على الزمن. طيب تحرك جسم من السكون، يعني عين 1 بصفر. اتعلموا واحنا بنقرا السؤال نطلع منه البيانات اللي هتخلينا نحل. حتى بلغت سرعته 12، يبقى السرعة الأخيرة اللي يعني 2 ب12 والزمن ب2 ثانية. طيب من بداية الحركة فإن التغير في سرعة الجسم، وهنا كاتب لي متر كل ثانية، يعني بيقول لي سرعته اتغيرت قد إيه؟ كانت صفر بقت 12، 12 ناقص صفر ب12 اتغيرت 12. طب العجلة أحسب بقى العجلة، عين 2 ناقص عين 1 على زين، هي النقطة ما بتتحطش برضو أنا هغير البورد بعد ما أخلص السؤال ده. طيب عين 2 ب12 ناقص عين 1 ب0، بصوا هغير البورد، على الزمن ب2 ثانية، يعني 12 على 2 فيها 6 و6 12 في ايه؟ فيها 6 متر لكل ثانية تربيع. طيب هو كاتب له يبقى 6. آخر حاجة سيارة تتحرك من السكون، نفس الفكرة، أنا مش هحلها بقى خلاص. عين 1 ب0 والتانية ب25 والزمن ب10، تبقى 25 ناقص 0 على 10، والرقم اللي يطلع متر كل ثانية. طيب السؤال ده مهم. في خلال 2.5 ثانية تزايدت سرعة السيارة من 20، يعني عين الأولى بتاعتها كانت ب20 وعين التانية بقت ب25 وواخدة زمن 2.5، بس عجلة في نفس 2.5، يعني الزين بتاعت العجلة برضو بكام؟ ب2.5 ثانية. كانت سكون يعني عين 1 عندها ب0 اهو، وبعد كده سرعتها بقت 5، فعين 2 ب5. عايز اني اسرع، العجلة بتاعتها اكبر يعني. هقسم الكشكول بتاعي كده وهقول هنا مثلا سيارة، وهنا كنت هكتب عجلة ماشي ادي النيل، وهنا دراجة. طيب يلا كده، اول حاجة السيارة هنجيب العجلة بتاعتها، قانون العجلة عين 2 ناقص عين 1 على زين، انتوا بقى اكتبوه. طيب ما يكفك، يلا عين 2 ناقص عين 1 على زين، عفوا عين 2 بكام؟ ب25 ناقص عين 1 ب20 على زمن 2.5. طيب التانية الدراجة عين 2 بتاعتها ب5 ناقص عين 1 بتاعتها ب0 على نفس الزمن اللي هو 2.5.
دي 25 يعني فيها 5 على 2.5، لأن 25 ناقص 5. أنا كملت هنا أهو. وديت برضو 5 على 2.5، فدي هتطلع قد دي، احسبوها انتوا على الآلة. بس 5 على 2.5، وهنا برضو 5 ناقص 0 اللي هي ب5 على 2.5. فالاتنين نفس الحاجة، هيطلعوا نفس الرقم، متر كل ثانية تربيع، متر كل ثانية تربيع. يبقى أنا هقوله إن الاتنين نفس العجلة أهو، متساويين يعني. طيب السؤال ده سهل بقى، مديني مسافة وزمن وعايز السرعة. السرعة بتساوي المسافة على الزمن، يعني 100 على 5، هو اكتب الناتج. طب هنا مديني سرعة وزمن وعايز مسافة، من المثلث بتاعي مسافة سرعة زمن، هو عايز مسافة، يبقى هضرب السرعة في الزمن، هضرب الاتنين دول في بعض واكتب الناتج. طيب آخر حاجة عايز الزمن، هقسم المسافة على السرعة، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، هقسم الرقم ده على الرقم ده وهكتب الناتج. بس كده. طيب هنبدأ بقى مراجعة الوحدة التانية. انتوا كنتوا قايلين دي بتتلخبطوا في المراية والعدسات. أنا هشرح مثالين على المراية ومثالين على العدسات. احنا عندنا رسمتين، اللي هي المراية المقعرة والعدسة المحدبة، مش علينا رسومات تانية. والمراية المستوية دي ما فيهاش كلام كتير، هي المراية اللي عندنا في البيت عادي، والخواص بتاعتها يعني بتبقى تقديرية، معدولة، كلنا بنشوف نفسنا معدولين في المراية، مساوية للجسم. بعد الجسم عن المراية هو بعد الصورة. يعني ايه؟ يعني لو المراية هنا وانا واقفة مثلا على بعد 4، يبقى صورتي كمان على بعد 4، يعني بعد الجسم هو بعد الصورة. يبقى دي كده خواص المراية ايه؟ المستوية. طيب وطبعا معكوسة، يعني لو انا جايبة كلمة هيبقى اليمين شمال والشمال يمين، هشوف الكلام معكوس في المراية. طيب المراية المقعرة بقى، تعالوا ناخد مثال على الرسمة فيها كده. هو الرسم بتاع المراية مش وحش، بس انتوا معرفش ليه يعني مصعبين الدنيا. اول حاجة بترسموا المراية نفسها، تحددوا عليها نقطة اسمها قطب. بعد كده بالمسطرة، انتوا بقى، انا هنا جيت اجرب بالمسطرة موال، فانا همشي بايديا عادي. هاجي اقوم محددة نقطتين، نقطة اسمها المركز ونقطة نصها بالظبط اسمها البؤرة. فمثلا لو المركز عند 6 يبقى البؤرة عند 3. الكلام ده لو هو مش محدد لي ارقام في السؤال، انما لو هو محدد لي خلاص همشي على الارقام اللي هو ايه قايلها. هو ايه اللي حصل ده؟ يا حبيبي انت بتعمل ايه؟ طب امشي، يلا تحت كده، مش عايزاك. طيب نكمل. اشوف هو قايل لي الجسم مكانه فين. لو قايل لي مثلا الجسم بعد ضعف البعد البؤري، ايه هو ضعف البعد البؤري؟ عشان لسه قايله لو البؤره 3 يبقى المركز 6، يعني ضعف البعد البؤري المركز، فالمركز ده هو ضعف البعد البؤري. لو قايل لي الجسم بعده يعني بعد المركز، هو عامله الجسم اهو، بنزل من الجسم شعاعين، وانتوا بايديكوا بالمسطره تظبطوا ايديكوا. انا ماشيه بايديا عشان بالمسطره على الشاشه هنا الموضوع رخم قوي قوي، فمسطره في ايدك بقى مش رخمه ولا حاجه. بنعمل ايه؟ بننزل شعاع من الراس بتاع الجسم كده موازي. طيب الشعاع الموازي لحد ما يلمس المرايه كده، هنا كده اهو. ايه اللي يحصل له؟ دي مرايه، السطح الداخلي بيعكس، هيعكس الضوء صح؟ يبقى الشعاع ده هينعكس، بس ينعكس مرة بالبؤرة اهو. طيب بعد كده بنزل شعاع تاني يمر بالبؤرة اهو لحد ما ينزل على المراية. العكس بقى، ينعكس موازي. الأشعة اتجمعت هنا اهي في النقطة دي، هعمل الصورة بتاعت الجسم هنا وهقوم قايلة الخواص. طب واحدة واحدة يلا. أول حاجة الصورة حقيقية عشان جاية من الأشعة مش من امتداد. تاني حاجة الصورة مقلوبة. يعني ايه مقلوبة؟ يعني بص كده الجسم اهو الراس بتاعته اهي، الصورة الراس بتاعتها اهي، يبقى مقلوب. تالت حاجة بتبقى مصغرة بين البؤرة والمركز، وهيبان معاكم الفرق اكتر لو انتوا عاملين بالمسطرة. يعني انا باين ان دي اصغر من دي، بس هيبان اكتر لو انا بالمسطرة، هيبقى الارقام مظبوطة، فبالتالي الرسمة مظبوطة وايديك مظبوطة، هتبين ان دي صغيرة ودي كبيرة. طيب مثال تاني، مثلا لو قايل لي ان احنا سيبناها فوق جت من هنا اهو، وقال لي مثلا ان انا عندي المركز اهو والبؤرة اهي نص المركز، هي دي مش نص بس ماشي، وقال لي الجسم بين البؤرة والمركز. هعمل الجسم اهو، بعد كده هنزل شعاعين، واحد موازي لحد ما يلمس المراية، ماله؟ ينعكس مر بالبؤرة. طب التاني ينزل مر بالبؤرة، ماله؟ ينعكس
موازي. طيب ايه اللي هيحصل؟ المفروض يعني لو انا ايديا مظبوطة هيتجمعوا بعد المركز، لو انا ايدي يعني كانت مظبوطة من الاول، بس انا قلت لكم انا الخط ده يعني تعالى كده ينفع تتشال. ما علينا، هو الخط ده هو اللي غلط، هعمل لكم عليه مثلا بلون تاني او اعيدها لكم تاني، بس ما علينا. الصورة بعد المركز اهي خواصها حقيقية مقلوبة طبعا، وباين قوي. بصوا الجسم قد ايه وصورته قد ايه، فباين ان هي مكبرة. تاني، لو انا عندي المراية اهي والمركز والبقرة والجسم بين البقرة والمركز، شعاع هينزل اهو هينعكس مر بالبقرة. طب التاني ينزل مر بالبقرة ينعكس موازي، اتجمعوا فين؟ بعد المركز، وخلاص الصورة حقيقية مقلوبة مكبرة. طيب دي الرسومات بتاعت المراية. طب العدسة نفس الأفكار والله، انتوا عليكم العدسة محدبة. طب نعمل ايه في العدسة؟ اطلعي يا حبيبتي اطلعي. طب اقول لك حاجة اهو، ما تزعليش نفسك. ما خلاص في ايه؟ ما تتشيل. يعني تقريبا المشكلة فيا يا حبايبي مش في الشاشة، يعني هي الشاشة حبت الموضوع ده خلاص. طيب تمام. نيجي بعد كده لو قال لي عدسة، بقوم راسمة العدسة نفسها في النص كده، ما برسمهاش في طرف. بعد كده بحدد نقطة اسمها صاد اللي هو المركز البصري. باجي بقى للعدسة لازم احدد مركزين وبؤرتين، لان هي جاية من سطحين كريان. طب المركزين يبقوا قد بعض، يعني محدش يعمل لي المركز الناحية دي 6 وهنا 5 ليه؟ لو انا عاملة مثلا المركز ده على بعد 6 يبقى هنا كمان على بعد 6، نفس المسافة بالظبط اهو. طيب والبقرة هنا مثلا 3 يبقى البقرة هنا كمان 3. يقول لي بقى حطي جسم تروح ما تحطيه. يعني مثلا لو قال لي ناخد مثال مختلف، لو قال لي الجسم عند المركز، هعمل الجسم عند المركز، هنزل شعاع موازي. العدسة بقى بتكسر يبقى ينكسر ايه ده؟ العدسة اتفك. يبقى ينكسر مر بالبقر. طيب تاني شعاع بينزل من نفس النقطة، هو في ايه يا جماعة؟ ماشي. تاني شعاع بينزل من نفس النقطة يمر بالمركز البصري، ولازم ينفذ على استقامته لحد ما يتجمعوا عند المركز، تبقى الصورة كمان عند المركز. طبعا قلت لكم انتوا بايديكوا هتفرق، وبتبقى حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. طيب تعالوا ناخد مثال تاني. لو انا عندي عدسة اهو، هحدد مركزين، هحدد بؤرتين اهو على نفس المسافات. لو قايل لي مثلا بين البقرة والمركز، هنزل شعاع من الجسم. بعد كده الشعاع دوت هينكسر مر بالبقرة. طيب تاني حاجة انزل شعاع يمر بالمركز البصري، ماله؟ هينفذ على استقامته. ايه اللي حصل؟ الصورة اتكونت بعد المركز، لان الجسم بين البقرة والمركز يبقى الصورة بعد المركز، خواصها حقيقية مقلوبة مكبرة. طيب عارفين انا معلماها للعيال ازاي؟ الجسم لو قالك الجسم بين البقرة والمركز اعكس، يبقى الصورة بعد المركز. طب الجسم بعد المركز يبقى الصورة بين البقرة والمركز كده. يبقى أنا هنا أول ما قال لي الجسم مثلا بين البقرة والمركز، يبقى خلاص الصورة بعد المركز. طيب قايل لي الجسم عند المركز، الصورة عند المركز. طب لو قايل لي الجسم بعد المركز يبقى الصورة بعد المركز. تعالوا ناخد مثال. لو أنا قايل له أهو، هعملها هنا بقى. السلام على العدسة. ادي ميم وادي ميم على نفس المسافة، وادي ب وادي ب. طيب لو قايلني مثلا الجسم بعد المركز، عملت الجسم اهو، بعدين هنزل شعاع، الشعاع ينكسر. طيب ينكسر مرة بالبقر، هو ايه دي؟ طيب بعد كده هنزل شعاع تاني يمر بالمركز البصري. طيب ايه اللي هيحصل له؟ هينفذ على استقامته. الصورة اهي، فين الصورة؟ بين البقرة والمركز، صح؟ طيب ما هو الجسم بعد المركز زي ما انا قلت لكم بقى، بدل الجسم بعد المركز يبقى الصورة بين البقرة والمركز. وطبعا خواصها باينة حقيقية مقلوبة مصغرة، لان هنا اهو الجسم، بصوا قد ايه وبصوا الصورة. طيب في مشاكل؟
كده قلنا المراية والعدسات. نحل على الوحدة التانية ونرجع ايه نكمل. يا رب تعالوا نقص خلاص. نيجي هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. اجري 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 اجري. انا بس رحت اقفل الباب، فابقى اشيل بقى الحته دي وهات من اول ما هجيب الصفحه، يعني كل ده ملوش لازمه بقى. بس من اول هنا تمام بقى. طيب انا قلت لكم اي حاجه فيها كتاب مدرسي مهم. طيب نكمل بقى. بيقول لي اذا سقط شعاع ضوئي موازي المحور الاصلي للمرايه فانه ينعكس. ينعكس ايه بقى؟ هو موازي صح، يبقى ينعكس مرا بالبؤره. فانا هاجي هنا واقوم مختاره ايه ده في ايه مختاره مرا بالبؤره. استنى اجيب القلم. يا رب يكون توقعي صح. ايه ده؟ توقعي غلط. طب انا اسفه. انا فين اهو. الاستيكة من الاول بقى كأني لسه جايبه الصفحه. طيب يلا كده. بيقول لي اذا سقط شعاع ضوئي موازي للمحور الاصلي لمرآة مقعر. طب شعاع هينزل موازي يبقى ينعكس مرا بالبؤر. استنى فعل القلم. طيب اذا وضع جسم عند البؤرة بتاعت عدسة محدبة. عدسة محدبة واحط الجسم عند البؤرة. والله مراية او عدسة لو عند البؤرة ما بيتكونش صورة، يبقى لا تتكون له صورة لان الاشعة تفضل متوازية لما لا نهاية. مرآة مقعرة بعدها البؤري 10 سنتي. من قبل ما اكمل، بعد بؤري 10 يبقى المركز اهو برضو ب20 سنتي الضعف. ما هو نص القطر هو المركز، ما هو نص القطر ده هو المركز، يبقى من نص القطر بكام؟ ب20. إذا وضع جسمك على بعد 80 سنتي من عدسة محدبة بعدها البؤري 50، بعدها البؤري 50، يبقى المركز ب100. طب هو قال لي الجسم فين؟ 80، يعني بين البؤرة والمركز، يبقى الصورة بعد المركز. طب والمركز بكام؟ ب100. الصورة بعد المركز يعني بعد 100، يعني أكبر من 100. طيب الصورة المتكونة باستخدام العدسة المقعرة تكون واحدة واحدة كده. أنا عندي العدسة المحدبة هي اللي كان عليا استخداماتها وكان عليا الرسومات بتاعتها. المقعرة دي اللي معلش الرسمة كانت هي بتكون دايما نفس الحالة. ايه هي الحالة بتاعتها؟ طبعا مفيش صورة حقيقية هتيجي من عدسة مقعرة، يبقى أنا هشطب حقيقية دي. معايا 2 بقى، تقديرية مصغرة مقلوبة، تقديرية مصغرة معتدلة. أكيد هتكون صورة تقديرية مصغرة معتدلة. المقلوبة دي كانت في أنهي عدسة؟ في العدسة المحدبة. طيب النقطة الوهمية التي تتوسط السطح العاكس للمراية اسمها قطب المرآة. طيب تاني سؤال بيقول لي المسافة بين البؤرة ايه ده في ايه؟ تاني سؤال بيقول لي الخط المستقيم الذي يمر بالقطب والمركز بيسمى ايه؟ طيب انا هعمل كده مراية وادي عندي قطب وعندي مركز. طب الخط ده اسمه ايه؟ اسمه المحور الاصلي. المحور الاصلي. طيب المسافة بين بؤرة المرآة المقعرة وقطبها، بؤرة يبقى على طول بعد بؤري
هو تقريبا يعني انا غيرت البورد وبرضو النقط ما بتتعملش. طيب مرآة محدبة بعدها البؤري 20، فإن نص القطر، أنا لسه قايلة لكم نص القطر اللي هو المركز، والمركز ده في البعد البؤري، يبقى ب40 سنتي. يحتاج الشخص المصاب بطول نظر إلى نظارة طبية عدستها. طول نظر ده بيبقى العدسة بتاعته هنا أو الشبكية هنا والصورة بتتكون بعديها، فأنا عايزة حاجة تلم الأشعة قدام شوية، صح؟ مين العدسة اللي بتلم؟ العدسة المحدبة. والعكس بقى، لو حد عنده قصر نظر بيبقى الصورة بتتكون قبل الشبكية، فأنا عايزة حاجة تبعد الأشعة تفرقها، فعشان كده بستخدم عدسة مقعرة. طيب العدسة المحدبة السميكة بعدها البؤري، السؤال ده علل. كان في حد اتصل بيا سألني السؤال ده على فكرة في التليفون وكنت مجاوبه له. ليه العدسة المحدبة السميكة بعدها البؤري أقل من العدسة المحدبة الرقيقة؟ يعني إيه سميكة؟ يعني عدسة بس كده، بصوا أهو سميكة تخينة كده بعيدة عن بعض. طب المحدبة الرقيقة تبقى كده مثلا، فاهمين؟ فإيه اللي بيحصل؟ دي ليها بؤرة ودي ليها بؤرة، بس ديت من كتر ما هي وجهها متحدب قوي بتبقى قريبة من البؤرة، دي عشان رفيعة كده بتبقى بعيدة عن البؤرة. طب أنا أكتبها إزاي في الامتحان؟ أكتب بسبب زيادة تحدب وجه العدسة السميكة عن تحدب وجهي العدسة الرقيقة. يعني كل ما التحدب ده يزيد كل ما هقرب للبؤرة، يعني هي مثلا لو أتخن أهي هتقرب أكتر من البؤرة وهكذا. طيب 2، تستخدم العدسة المقعرة لعلاج الشخص الذي يعاني من قصر نظر. أنا لسه قايلة السؤال ده، قلت لو أنا عندي قصر نظر يعني الصورة بتتكون قبل الشبكية، أنا عايزاها تتكون على الشبكية، يبقى أنا عايزة حاجة تفرق الأشعة، يبقى اللي تفرق الأشعة قبل وصولها للشبكية. ومن هنا بقى السؤال ده لسه قايلينه خلاص. 4، الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة مش هتتكون له صورة لأن الأشعة هتفضل متوازية ما لا نهاية، يبقى بسبب أن الأشعة لا تتلاقى إنما تمر متوازية إلى ما لا نهاية. طيب للعدسة اللامة بؤرتين والمراية بؤرة واحدة، أو لو جالي بصيغة تانية العدسة مركزين والمراية مركز واحد. ليه؟ لأن العدسة جاية من كرتين، من سطحين كريان، إنما المراية جاية من سطح كري واحد، يبقى لأن دي جاية لأن العدسة تكونت من سطحين كريان بينما المرآة تكونت من سطح كري واحد. طيب يمثل جسم موضوع على بعد 6 سنتي من عدسة محدبة بعدها البؤري 4، بعدها البؤري 4 يبقى المركز 8. برافو، مش عارفة برافو ليه وانا اللي قلت، بس ما علينا. والجسم محطوط عند كام؟ 4، يعني انا عندي البؤرة 6 والمركز 8 وهو 4، يعني بين البؤرة والمركز. فانا خلاص من قبل ما ارسم هو الجسم بين البؤرة والمركز، يعني الصورة بعد المركز. طب بعد المركز يبقى صورة حقيقية ومقلوبة ومكبرة. يلا بقى نكمل. هنا بيقول لي اهو ارسم شعاعين. طب يلا واحدة واحدة اهو. هاجي هنا اقوم عاملة شعاع ينزل موازي، ده ماله؟ هاجي هنا اقوم عاملة نفس البؤرة، انا هعد مربعات 1 2 3 ماشي، 1 2 3 البؤرة اهي. انتوا بقى بالمسطرة تشوفوا المسافة دي اللي هي مسافة 6 تعملوا هنا مسافة 6. طيب الموازي ده ايه اللي هيحصل له؟ هينكسر مرا بالبؤرة. طيب تاني حاجة شعاع هينزل يمر بالمركز البصري اللي هو في النص هنا ده، ينفذ على استقامته. الصورة اتكونت هنا اهو. هنا ده اللي هو فين؟ أنا عندي البؤرة عند 6 والمركز عند 8، اللي هو بعد المركز. بصوا الصورة اتكونت بعد المركز اهو. طب خواصها ايه بقى؟ حقيقية، مقلوبة طبعا اللي أنا شايفاه بقوله، مكبرة. طيب يا سنة تالتة، أنا عشان الفيديو ما يطولش قوي هقولكوا اللي أنا عايزاه في الوحدة التالتة والوحدة الرابعة. التالتة اللي هو الكون، هتعرف لي ايه؟ كل نظرية، يعني هي نظرية واحدة لنشأة الكون، و3 لنشأة المجموعة الشمسية، اسم العالم بتاع كل نظرية فيهم، وأهم الأحداث اللي حصلت. لخصها بنفسك كده، يعني سيبك من أي مدرس بقى عامل ملخص، حتى الملخص بتاعي سيبك منه، أنت لخص لنفسك. هات مثلا، هقول مثال، أنا مثلا النظرية اللي هي الحديثة آخر واحدة، هكتب انا كده في ورقه فلوسكاب النظريه الحديثه للعالم فريد هويل، يبقى انا ذاكرت اسم العالم اهو. طيب اتاثر بايه؟ اتاثر بانفجار النجوم، اللي هو كان بيشوف نجم بيلمع في السماء وقالك ان النجم ده كده بينفجر، فهو ده اللي خلاه يفكر في النظريه دي، يبقى ده التاثر بتاعه. طيب ايه الفروض بتاعته؟ والله قال ان كان في نجم، النجم دوت انفجر
فبسبب الانفجار النواة بتاعته بعدت واتبقت السحابة الغازية بتاعت الانفجار، والسحابة دي انجذبت للشمس وبردت وعملت الكواكب، والشمس فضلت شمس. وقال لي ان كده اصل الكواكب دي او اصل المجموعة الشمسية دي مش الشمس بقى، ده اصلها نجم اخر غير الشمس. يبقى انا كده بفسر كل حاجة للنظرية وذاكرها، الموضوع مش صعب، فسروها كده وذاكروها، ولو في حاجة اسألوني. واخر درسين الانقسام الميتوزي والميوزي، اهم حاجة تحفظوا ايه الفرق بين الخلايا الجسدية والتناسلية. ان الجسدية اي خلايا غير اللي ليها علاقة بالامشاج، يعني جلد، كبد، قلب، حاجة ملهاش علاقة بالامشاج. والتناسلية قلنا اللي هي بتنتج الامشاج دي، زي مثلا الخصية في الذكر، المبيض في الانثى. وقلنا الامشاج نفسها بقى اللي فيها نص المادة الوراثية، الانثى البويضة، الذكر الحيواني المنوي، وهكذا. طيب، وتعرفوا المادة الوراثية كاملة في الخلايا الجسدية، وبتبقى نص المادة الوراثية في الأمشاج اللي هي حيوان منوي وبويضة، لأن هم أصلا هيندمجوا ويكونوا زيجود، فالزيجود ده يبقى جنين فيه 46 تاني، وهكذا زي ما قلنا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ايه تاني ممكن تعرفوه؟ كل طور والشكل بتاعه. يعني مثلا أول طور التمهيدي، الحاجات اللي بتحصل وإيه شكله. الاستوائي بيبقى الشكل بتاعه ازاي وإيه اللي بيحصل فيه. مثلا امتى الحاجة بتختفي وامتى بتظهر. يعني في التمهيدي بيختفي النوية والغشاء النووي وبيظهر خيوط المخزن. في النهائي بترجع النوية والغشاء النووي بيختفي خيوط المخزن، وهكذا بقى. تراجعوا على الكلام ده نظري، مش محتاج مثلا مسائل ولخبطة والكلام ده. طيب، ما انا انا قلت كم مرة للكلام ده. هنحل بقى امتحان اخر حاجة خالص على المنهج كله. يعني بيقول لي هنا خلايا متخصصة لإنتاج الأمشاج، الخلايا التناسلية، خلايا المناسل. طيب، يتغير موضع جسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع ثابت. جسم مكانه بيتغير يبقى بيتحرك، يبقى الحركة. نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين أول ما أشوف عدسة نقطة في بطنها اللي هي صاد، اللي هي المركز البصري. يشمل جميع المجرات والنجوم. مين اللي فيه الكلام ده كله؟ الكون. 5. سرعة جسم متحرك بالنسبة. أول ما أشوف كلمة بالنسبة دي يبقى دي سرعة نسبية. وإيه الخط؟ طيب، تحرك جسم في المسار أ ب ج د ه هو وكما بالشكل. عايز المسافة اللي اتحركها. المسافة بجمع كله، والإزاحة من البداية للنهاية. طب يلا نجيب المسافة. من أ ل ب مشي 7 يبقى 7 زائد، نزل تحت مشي 2 يبقى زائد 2 زائد 4 من هنا اهو زائد 3 زائد 3 تاني. أجمع ده كله هنا اهو 6 و6 12 و7 19. صح كده؟ 12 لا على ايه؟ 19 لا 19 ماشي 19 متر. ودي مسافة كمية قياسية، فأنا بكتب رقم بس. طب الإزاحة من نقطة البداية لنقطة النهاية. هاجي من البداية اهو خط مستقيم لحد النهاية. طب يلا، عايزة أجيب دي كلها بكام؟ طب ما أنا عندي دي ب2 يبقى دي ب2 أهو، يبقى الحتة الصغيرة دي ب2 ودي قدامها ب3 يبقى دي كمان ب3، يبقى من هنا لهنا ب3 ومن هنا لهنا ب2، يعني كلها على بعضها 5. يبقى الإزاحة 5 متر برضو، بس لازم أقول في اتجاه، وأشوف بقى الاتجاه اللي أنا فيه. هو أنا هنا من لو هوصل كده هيبقى جنوب من البداية للنهاية. لو أنا مثلا الجسم راجع تاني هيبقى شمال عادي، يعني مش تفرق معايا. طيب، علل وايه دي؟ خليها أهلل القوة كمية متجهة. ليه كمية متجهة؟ لأن بيلزم لمعرفتها تحديد إيه؟ مقدار واتجاه. طيب، إذا وضع الجسم عند بؤرة عدسة محدبة تتكون صورة في ما لا نهاية على هيئة بقعة مضيئة. ما هو الجسم لو عند البؤرة الأشعة ما بتتلاقيش، فالصورة بتبقى في ما لا نهاية، يعني ما بنشوفهاش. فعشان كده يبقى أنا هقوله بسبب عدم تلاقي الأشعة، تاني بسبب عدم تلاقي الأشعة المتوازية إلى ما لا نهاية. طيب، لا يمكن أن تظهر سلالات جديدة من العنب إذا تم تكاثره خضريا. يعني العنب ما ينفعش يطلع حاجة جديدة لأنه بيتكاثر خضري. إيه خضري؟ يعني لا جنسي. ما هو التكاثر الخضري ده هو تكاثر لا جنسي، والتكاثر اللا جنسي من شروطه إن هو بيبقى من فرد واحد بيدي للابن كل الصفات الوراثية، بيبقى نسخة طبق الأصل.
يبقى أنا هقوله لأنه تكاثر لا جنسي ينتج عنه أبناء مماثلة تماما في الصفات الوراثية للآباء. طيب، أو للأب، يعني الفرد الأبوي. عدد الكروموسومات في المشيج إيه من الكروموسومات في الخلية؟ نصها. عندما يقطع جسم مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية، متساوية وغير متساوية يبقى السرعة على طول غير منتظمة. إذا كانت المسافة بين مركزي تكور وجه العدسة 20. السؤال ده حلو قوي قوي وبتتلخبطوا فيه. بيقول لي المسافة بين المركزين يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي عدسة أهي ماشي، وادي صاد، أدي مركز وادي مركز تاني، قال لي المسافة بين المركزين دول 20. حد يجي يقول لي يعني المركز الواحد 10. طب لما المركز يبقى 10 البؤرة بكام؟ البؤرة نص المركز يبقى ب5. يبقى تاني هو بيقول لي ايه؟ مسافة بين مركزين 20، يبقى المركز الواحد 10 والبؤرة نص المركز يبقى البؤرة 5. جميع الخلايا الآتية تحتوي على المادة الوراثية كاملة ما عدا، طب يلا واحدة واحدة كده. الجرثومة أكيد فيها المادة كاملة، البرعم في مادة كاملة، الزيجوت في مادة كاملة. مين؟ يبقى أنا كده مش هختار دول طبعا عشان محدش يفتكر ده الاختيار، هي حبة اللقاح لأن دي مشيج من النبات المذكر. النقطة التي تتوسط السطح العاكس للمراية الكرية، أي مراية كرية بيبقى عليها نقطة في النص هنا اسمها إيه؟ قطب المرآة. طيب، استغرق طالب، السؤال ده برضو حلو. استغرق طالب زمنا قدره 15 دقيقة للوصول إلى مدرسته عندما تحرك بسرعة متوسطة مقدارها 2. عايز المسافة. والله قبل ما أكمل قايل لي هنا متر كل ثانية وهنا قايل لي دقيقة، أنا عايزة أحولها لثانية. طيب من دقيقة لثانية، الدقيقة أكبر، يعني أنا بحول من الكبير للصغير، وقلنا 100 مرة من الكبير للصغير بضرب، فأنا هجيب 15 دي وهضرب. هي الدقيقة فيها أنا ليه عملت الضرب كده؟ هي الدقيقة فيها كام ثانية؟ مش الدقيقة. فين يا جماعة؟ ما تمسحي يا حبيبتي. ماشي، مش الدقيقة يا سنة تالتة فيها 60 ثانية، يبقى أنا هضرب 15 في 60 اللي هي تقريبا 900. طيب 900 ثانية. نيجي بعد كده، أنا خلاص كده بس حولت ما عملتش حاجة لسه، والسرعة مداني، عايزة أجيب المسافة. المثلث الجميل بتاعنا أهو، مسافة سرعة زمن. المسافة السرعة في الزمن، يعني 2 في 900 هتساوي 1800. 2 في 9 ب18 والصفرين هينزلوا متر. طب أنا كده جبت المسافة واحدة بس اللي هو زمن وهو رايح للمدرسة، أنا جبت المسافة وهو رايح مشي 1800 متر. طب هنا قال لي عايز إيه؟ ذهابا وإيابا، فهو رايح 1800 وراجع 1800، يبقى أنا هقول له إيه؟ 1800 زائد 1000 دي زائد زائد 1800 اللي هي هتدي تقريبا 3600 متر. تأكدوا انتوا بقى من الأرقام مش هتفرق يعني معايا في حاجة. هنا بقى بيقول لي ما اسم هذه الظاهرة؟ ده كروموسوم وكروموسوم وبدلوا الأجزاء الداخلية أهي، يبقى دي على طول مهمة أوي أوي أوي، أكيد بتيجي ظاهرة العبور. طيب اذكر اسم الطور الذي تحدث فيه، بتحصل في أول طور اللي هو التمهيدي. طيب بتحصل في أنهي انقسام؟ في الميوزي. هو هنا ما سألش نوع، لا النوع الانقسام اهو الميوزي. طب ايه أهمية حدوثها؟ تبادل الصفات الوراثية. طيب صح ولا غلط؟ قوة جذب الشمس تحكمت في مدارات الكواكب، دي فروض لابلاس. لا والله لابلاس ما يتكلمش على الجاذبية في حاجة، كان آخره بيتكلم على السديم والسحاب والحلقات زحل، ما جابش سيرة الجاذبية. طيب عندما يسقط الشعاع الضوئي بزاوية 0، يعني ما فيش زاوية يعني نازل كده، فإن الشعاع المنعكس هيبقى عمودي. طبعا صح. عندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة، سرعة ثابتة يعني العجلة مش موجودة لأن السرعة متغيرتش، يبقى العجلة تكون منتظمة؟ لا، ده العجلة تبقى ب0، يبقى غلط. في نظرية الانفجار العظيم تكون الكون من تلاحم أكسجين وهيدروجين؟ لا، كان هيليوم وهيدروجين، والنسب بتاعتهم برضو مهمة. التكاثر اللاجنسي يحافظ على التراكيب الوراثية للكائنات الحية؟ طبعا لأنه بيدي نفس المادة الوراثية بالظبط. اذكر فروض نظرية النجم العابر لنشأة المجموعة الشمسية. بيكتفي ب4. انتوا بقى هتلخصوا الكلام ده ازاي؟ اللي هو كان في نجم قريب من الشمس ضخم، طب بعد كده
انجذبت له الشمس بسبب الجاذبية الهائلة بتاعته. طب بعد كده أصبح في جزء ممتد. طب بعد كده انفجر الجزء ده. كده أنا كملت 4 عادي. طب أنا عايزة أكمل بقى. الشمس اتحررت وأصبح لديها جزء ممتد. الجزء دوت بمرور الوقت برد وبقى الكواكب والشمس فضلت شمس. طيب حدد موضع الجسم. الموضوع أمام مراية مقعرة. هو قايل لي الصورة خواصها إيه وأنا أقول الجسم كان فين. حقيقية مقلوبة مكبرة، يعني الصورة بعد المركز. طب لما الصورة تبقى بعد المركز يبقى الجسم قبل المركز أو بين البؤرة والمركز. طيب تقديرية معتدلة مكبرة وقدام ايه؟ قدام مراية مقعرة. امتى تبقى الصورة تقديرية ومعدولة وكبيرة؟ لما الجسم يبقى قبل البؤرة، يعني المراية اهي والبؤرة اهو والمركز اهو، الجسم يبقى هنا كده، ناخد الامتداد وتبقى تقديرية ومعتدلة ومكبرة. حقيقية مقلوبة مصغرة، يعني الصورة بين البؤرة والمركز. طب لما الصورة تبقى بين البؤرة والمركز يبقى الجسم بعد المركز أو بعد ضعف البعد البؤري. ماذا يحدث عند جرح الكبد أو قطع جزء منه؟ والله الكبد دوت قلنا بيجدد. يعني ايه بيجدد؟ هقوله يحصل انقسام ميتوزي يؤدي لتجدد أو لتعويض الجزء المفقود. طيب إزاحة الجسم عند عودته لنفس النقطة. والله الإزاحة من البداية للنهاية. طب لو أنا قلت لك أنا ابتديت من هنا وانتهيت هنا برضو، فين الخط اللي هتوصله من البداية والنهاية وأنا في نفس المكان؟ يبقى مفيش إزاحة، يبقى الإزاحة بصفر، يبقى تصبح صفر. لسرعة الجسم لو قطع نفس المسافة في نص الزمن. طب يلا كده نجرب. بحل السؤال ده ازاي وتعلموا مني الطريقة. أنا عندي السرعة، قال لي نفس المسافة في نص الزمن. هفترض أي رقمين، هقول مثلا المسافة ب2 والزمن ب2. يلا عايزة أجيب السرعة. 2 على 2 فيها الواحد صح؟ طيب تعالوا نشوف بقى الحالات اللي هو قالها. قال لي إيه؟ نفس المسافة، يعني المسافة ب2 برضو، تمام؟ ونص الزمن، يعني الزمن ب1. لما أقسم بقى 2 على 1 فيها ال2، يعني كانت 1 بقت 2. يبقى إيه اللي حصل لها؟ زادت للضعف، يبقى تزداد السرعة للضعف. عند انفجار الحوافز الجرثومية الفطر الخبز تتناثر في الهواء. جراثيم بتتناثر في الهواء، وإذا سقطت على وسط مناسب تنمو، ولو وسط غير مناسب لا تنمو. طيب لبعد الصورة داخل المراية المستوية عندما يقرب الجسم. احنا قلنا لو أنا عندي مراية هنا اهو وأنا واقفة هنا، الصورة بتاعتي هتبقى هنا. طب أنا هقرب، صورتي هتقرب، يبقى تقترب الصورة بنفس المسافة. تقترب الصورة بنفس المسافة. طيب في الشكل المجاور عدستان عينين متساويتين في قطر كرة العين لشخصين، مين فيهم اللي عنده قصر نظر؟ أكيد ده. طب ليه؟ عنده زيادة تحدب، فزيادة التحدب خلت البعد البؤري صغير، فلما البعد البؤري يبقى صغير يبقى هو عنده قصر نظر. إنما ده عنده نقص تحدب فالبعد البؤري كبير، واحنا شارحين ده بقى من شوية، فبالتالي هيكون عنده طول نظر. يبقى ده بسبب، يبقى هنا ألف، بسبب زيادة التحدب وجهي العدسة ونقص بعدها البؤري. قارن بين المحور الأصلي للمراية الكرية والمحور الأصلي للعدسة من حيث المفهوم. والله الأصلي للمراية هو الخط الواصل بين القطب والمركز بس. طب العدسة الخط الواصل ما بين مركزين التقور بتوع وجهي ايه؟ العدسة. العجلة التناقصية والتزايدية من حيث السرعة الابتدائية والنهائية. طب واحدة واحدة كده. امتى العجلة تبقى تناقصية أو تزايدية؟ تزايدية لو الرقم موجب. يعني ايه الرقم موجب؟ يعني عين 2 أكبر من عين 1، بحيث لما أطرحهم يطلع ناتج موجب. طيب تناقصية لو العكس، لو عين 1 هي اللي أكبر من عين 2 فيطلع الرقم سالب، يبقى العجلة تناقصية. طيب نظرية النجم العابر والحديثة من حيث اسم المؤسس. النجم العابر تشامبرلين ومولتن، إنما الحديثة فريد هويل. طيب الحمد لله
اخيرا انا والله بجد بصور بقالي كتير قوي، كان في موال، فهحاول ان انا ما اخليش الفيديو كبير عليكم. يا رب تلحقوا كده تسمعوا كله وتستفادوا منه يا رب. وما يعني ما تنسوش تدعوا لي بالله عليكم كتير. وطبعا رقمي معاكم. الناس اللي بتسأل يا ميسي فين رقمك، الصورة اللي انا ببقى حاطاها فيها الرقم، القناة نفسها فيها الرقم، الوصف بيبقى فيه الرقم، فانا الرقم والله موجود في كل حتة. وفي كتير بيتصل بيا وبيسألني، انا والله بجاوب على كل الأسئلة. اللي بيخش ببعتله المراجعة، الشرح ومراجعة الحل. وانا معاكم، ربنا معاكم يا رب، ربنا فوق الجميع طبعا. وهحاول الترم التاني زي ما قلت ان انا ابدا معاكم من اول الترم باذن الله، وانتوا برضو عرفوني نبدا من اول الترم درس بدرس ولا نبقى نراجع واحده واحده وخلاص. اللي انتوا عايزينه انا معاكم. وبس كده، هتوحشوني بقى لحد الترم التاني. باي باي.